بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه أكلة. عايزة أقول لكم إن الأكلة دي مش بتاخد وقت خالص. كمان أكلتنا النهاردة للناس اللي عايزة تمشي اليوم بأكلة اقتصادية وعلى قد الإيد. أكلتنا النهاردة مش مكلفة خالص. أكلتنا النهاردة كمان بتتعمل في حلة واحدة للناس اللي بتحب بقى إيه إن هي ما تبهدلش مواعين كتير. أكلتنا النهاردة هتكون إيه هي؟ أكلة كشري البطاطس أو مدفونة البطاطس في الرز. أكلة كده سهلة وبسيطة وطعمها تحفة زي ما قلتلكم، وكمان مش بتاخد وقت خالص. الوقت اللي بتاخده هو وقت تسوية الرز بس. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. أول حاجة عندي حلة على النار. هحط فيها شوية من الزيت. هستنى اما الزيت ده يسخن معايا. انا كنت مسبكة الطماطم وبعد كده اخدتها ضربتها في شفشق الخلاط وحطيت معاها بصلاية، يعني ضربت الطماطم مع بصلاية. ممكن تاخدي البصلاية دي تديها تشويحة كده في قلب الزيت وبعد كده تضيفي عليها الطماطم، او ان انت تضربيها في قلب الخلاط. ده لو انت مش حابه طعم مش حابه ان البصل يكون ظاهر معاكي في الرز. او ممكن كمان اللي انت تعمليها من غير بصل خالص، ده براحتك وده يرجعلك، بس البصل بيديها طعم. انا اديتك 3 حلول اهوت، لا اما البصلايه تقليها في الزيت، او اللي انت تضربيها في الصلصه، او اللي انت تعمليها من غير بصل خالص. هنا بعد ما الصلصه حطيتها حطيت الرز، وهنا دي البطاطس كنت انا مقطعاها مكعبات صغيره. وحاولي ان هي تكون مكعبات صغيره عشان تلحق تستوي معاكي مع الرز. كل المكونات دي بتتحط مع بعضها في حله واحده زي ما قلتلك. اكلتنا النهارده مش بنبهدل بقى حلل كتير او بنعمل اكتر من اكله، لا كله في حلة واحدة. بعد كده هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده هضيف الصلصة بالتدريج. يعني عايزة اضيف الصلصة كده شوية بشوية لغاية ما تديني اللون اللي انا عايزاه. بعد كده هضيف البهارات. حطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود، ولو انتي بتحبي طعم الكمون في الرز ممكن تضيفي شوية كمون، بس انا حبيت بس الملح والفلفل الاسود لان مش حابة طعم الكمون مع الرز. بعد كده هقلب وبرضو هشوف اللون بتاع المية شكلها ايه. عايزة اقولك اللي انتي بقى بتحددي لون الرز بالصلصة اللي انتي بتضيفيها. يعني لو عايزاها يكون الرز يكون لونه غامق شوية هتزودي من الصلصة. حابة ان هو يكون وسط، هتخلي كده الصلصة يكون ايه، ولا هي خفيفة قوي ولا هي لونها تقيل قوي. انا هستكفى بكده زي ما انتوا شايفين، بس اهم حاجة هظبط المية بتاعتي. وتظبيط المية زي الرز عادي مفيش اي مشكلة، يعني مش شرط عشان احنا ضايفين بطاطس اللي احنا نزود المية، لا هنحط مقدار المية على قد مقدار الرز. وزي ما قلتلك اهم حاجة برضو ان انت تكوني مقطعة البطاطس مكعبات صغيرة عشان تلحق تستوي معاكي في الرز. هنا انا كنت بظبط المية كده خلاص. انا هغطي عليها بس كل شوية هقلبها، يعني مش معنى ان انا اغطي عليها كده وخلاص، لا. وهي بتغلي على النار هقلبها عشان الصلصة دي ما تلزقش معايا في الحلة. فهقلبها، واهم حاجة كمان بالمعلقة اخلي المعلقة تنزل كده تحت وانا بقلب. شايفين انا بعمل ايه؟ بقلب عشان الصلصة ما تلزقش معايا في الحلة، وفي نفس الوقت الرز ده ما يعملش ارضية معايا تحت ويلزق في قلب الحلة. هنا بقلبه اهوت. هسيبه بقى لغاية ما يتشرب خالص، يعني هفضل اقلب فيه لغاية ما يتشرب خالص. وبعد كده ههدي عليه بقى النار لغاية ما يستوي براحته زي الرز عادي، ما فيش اي مشكلة. زي ما قلت لكم الوقت بتاع الطبخة ده هو وقت تسوية الرز. اقل من ساعة كانت الاكلة جاهزت معايا. دي الاكلة اهيت ما شاء الله، اكلة سهلة وبسيطة وما وقفناش كتير في قلب المطبخ، وكمان ما بهدلناش المطبخ بالمواعين الكتيرة. طيب الاكله دي ممكن يتاكل جنب منها ايه؟ زي الرز والبطاطس عادي اللي احنا بنعملهم. حابه اللي انت تعملي جنب منها سلطه، حابه اللي انت تقلي فلفل وبتنجان، حابه تحطي شويه مخلل وكده وخلاص، فضل ونعمه من ربنا. شوفي المتاح عندك ايه اعمليه، يعني اللي موجود عندك حطيه جنب منها، مش هتقول لا. عايزه اقولك والله احنا اكلناها وحطينا مخلل جنب منها وخلاص، وفضل ونعمه من ربنا. دي اكلتنا النهارده زي ما قلت لكم. عايزاكم تجربوها وانا متاكده ان هي هتعجبكم، وعايزه اقول لكم ان هي بتبقى تحفه في الشتاء.
ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال إعجابكم. أسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.